صفات لو موجودة في خطيبك أو الشخص اللي انت بتعرفي عليه دلوقتي، أنا بقولك اتجوزيه وانت مطمنة، حتى لو في بعض العيوب واللي برضه هنذكرها في الآخر. احنا بنتعامل مع بني آدمين، يعني محدش فينا كامل عشان ينتظر من حد إنه يبقى كامل. طبعا لو كامل من وجهة نظرك يعني دي حاجة تحفة جدا، بس لو عنده بعض العيوب، في عيوب تتعدى عيوب لأ. ايه الصفات اللي لو عنده اتجوزيه وانت مطمنه؟ الراجل المسؤول، الراجل اللي ما بيقعدش يتحجج بالظروف. مش بقول ان الظروف مش حقيقه، الظروف حقيقه. لو راجل نمطه في الكلام اصل لولا كذا كنت عملت كذا، اصل لولا معرفش الحدث العالمي الفلاني كان زماني فين، اصل لولا انا اتولدت في المكان العلاني كان زماني رحت في الحته الفلانيه. اصل الراجل اللي انت هتحسي ان انت بتزقيه، ان انت هتحسي ان هو بيطالبك ان انت تتنازلي عن حاجات طول الوقت، الراجل اللي عايزك انت اللي تسلكي له الطريق، انت اللي تساعديه في كل حاجه، انت اللي تخلي مصروف البيت يكمل اخر الشهر، انت اللي هتعملي. الراجل ده مش مسؤول. الراجل المسؤول هو الراجل اللي انت وانتي معاه حاسه ان انت مسنوده على راجل مش بيرهقك عشان انت اللي تفتحي له الابواب المقفوله. طيب نيجي بقى للمنطق بتاع طب ما هو ظروفه كده، يعني هو مثلا ممكن يبقى اقل منها شويه اجتماعيا، اقل منها شويه ماديا، الكلام ده كله. لو هو كده ومسؤول ده ما يتقلقش منه. لكن لو هو اقل شويه اجتماعيا او اقل شويه ماديا ومش مسؤول وعلى طول بيتحجج بالظروف علشان يبان قدامك بمظهر كويس، بلاش منه. خليكي في الراجل اللي هو ايه، مهما كانت الظروف هو معتمد على نفسه. مهما كانت الظروف هو بيفكر في خطوات جديه عشان ياخد الحاجه اللي هو عايزها. بلاش الراجل اللي مش مسؤوليه نفسه ده. 2، لو في صفة انه بيديكي الامان النفسي اتجوزيه. الراجل اللي انتي وانتي معاه ممكن تتكلمي عن افكارك باريحيه، الافكارك الشخصيه اللي انتي مقتنعه بيها. ما هو الحياه توافق، شخص متوافق مع شخص. لو هو متوافق مع فكره او متوافق مع افكارك او متوافق مع فكره ان انتي مختلفه عنه في بعض الحاجات، مثلا بتقدري تناقشي مع افكارك باريحيه من غير ما تخافي، الشخص ده تتجوزيه. الشخص اللي لما تحكي له اخطائك مش هتبقي خايفه يمسكها عليكي. وانا مش بقول ان انت تبقي منفتحه قوي زياده عن اللازم مع خطيبك في كده، لا لا لا، مش قصدي كده والله، ولا حتى جوزك. يعني في حاجات يفضل ان انت ما تحكيهاش، ولكن انا بتكلم في الحاجات العاديه. غلطتي غلطه عاديه، ما تخافيش يقولك ما انت غبيه، اصل الستات مش عارفه ايه، اصل لا، ده مش موجود. بيحترمك، بيحترم افكارك، بيحترم ان انت بني ادمه وبتغلطي. تحكي له عن مخاوفك، ما يحسسكيش ان انت هبله وخوافه وجبانه والكلام ده كله. حتى لو شاف ان انت فيكي حاجه غلط هيناقشها معاكي بهدوء. حتى لو شاف ان انت محتاجه مساعده مثلا هيناقشها معاكي بهدوء. مش الشخص اللي بيصدر طول الوقت احكام عليكي. بيسمعك باهتمام، بقلبه قبل عقله. وعلى فكره ده مش خيال علمي، ودي مش حاجه المفروض ما تبقاش موجوده في الراجل. بالعكس، ارجل راجل هو اللي بيعمل كده. ارجل راجل سوي هو اللي تحسي ان هو متواجد عاطفيا، اياكي والغير متاح عاطفيا، اياكي ثم اياكي. لان على قد ما الموضوع يبان ده يعني في الحته العاطفيه معلش مش عارفه ايه، لو انت يهمك الحته العاطفيه، لو انت انسانه سويه والجزء العاطفي مهم بالنسبه لك، لو تنازلتي عنه هيبقى مصدر عذابك، مش هيبقى مصدر راحتك بعد الجواز. فالراجل انت تحسي ان هو متجاوب معاكي عاطفيا، ده كنز. 3، الراجل المرن. وعلى فكره احنا لازم نحط الصفات دي جنب بعضها، يعني ال5 صفات يبقوا موجودين اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده. انه يبقى مرن. بشغل السيد وشغل الحمشنه الاوفر اللي ساعات بيحصل ده، دي مش حاجه مبشره ولا حاجه مطمئنه خالص. اللي هو رايه بس هو اللي هيمشي، وانت رايك ده مش مهم. المرن يعني ايه؟ مش معناه ان انت كل ما تقولي له حاجه هياخدها بصدر رحب وعمره في حياته بقى مثلا هيغضب او يزعل، لا لا خالص. بس في النهايه انتوا بتوصلوا لحته وسط، يعني بيشوف انت حابه ايه وهو حابب ايه، ويحاول يتنازل هو شويه وانت تتنازلي شويه، وتوصلوا لمنطقه في النص، منطقه رماديه ترضي الجميع. الراجل الصلب في دماغه ده متعب شويتين، يعني انت هتتعبي منه شويه بعد الجواز. وارد جدا يعمل خطا وتنتقدي الخطا بطريقه كويسه، زي ما انت وارد تعملي خطا زي ما قلنا في النقطه اللي فاتت كده. ممكن مثلا يكون عندك
مخاوف زياده ملهاش اساس في الواقع او كده، فيحاول ان هو يساعدك او يوصلك لحد يساعدك، مثلا اخصائي او بتاع. يعني حتى لو الموضوع وصل لكده، الراجل المرن لو انت انتقدتي تصرفاته بطريقه مؤدبه مش هيتعصب ويثور، لا ممكن يسال نفسه هو انا فعلا عملت كده. ممكن يعترض شويه، بس في النهايه بتلاقيه بيرجع بسهوله. الراجل العنيد الصلب المتمسك برايه ده يعني هو خطر شويه في انه هيتعبك، هيرهقك، هيبوظ لك جهازك العصبي. يعني مثلا كانت في بنت سالتني سؤال اللي هو خطيبها شايف ان هي بتشتغل فول تايم والشغل متعب، فبيقول لها ان هي تريح في البيت، مع ان هو مش معترض على فكره الشغل يعني. فبصراحه انا عارفه ان في بنات هتقول لها لا او مستحيل وشغلك وتمسكي بيه والكلام ده، وده صح. ولكن في راجل ما يتسبش. هل الراجل ده فيه الخمس صفات اللي احنا قلنا عليهم دول؟ هل لو انت قلتي له طيب ماشي ده فول تايم وبتاع وهو فعلا مرهقني الشغل، ولكن مثلا انا لقيت بارت تايم او بدور على بارت تايم، هيساعدك تدوري؟ قلتي له مثلا طب انا عايزه افتح مشروع، هيدعمك ماديا، هيدعمك نفسيا، هيروح يشوف لك حد شاطر في الماركتينج مثلا يساعدك، ولا هيعمل ايه؟ اللي هو عايز يجردك من وسائل القوه بتاعتك، ولا عايز يدعمك وفي نفس الوقت يريحك؟ هنا ما ينفعش نحكم على الامور يا ابيض يا اسود، في كده التصرفات بتقول لنا الشخص ده نيته كويسه ولا مش نيته كويسه. رابع حاجه، الراجل اللي احنا بنسميه ابن الناس، اللي بيبان في عصبيته. مش بقول ان كل الناس ملايكه، ولكن ما ينفعش وانتوا تبقوا لسه مخطوبين يبقى زعيقه بيرعبك. ما ينفعش مثلا يكون بيقرب لك بطريقه مثلا كانه هيمد ايده او هيعمل حاجه فانت تخافي وتكشي، لان بعد الجواز ممكن يمد ايده. ما ينفعش يبقى كلامه جارح ولاذع وبيجرح فيكي لما تزعلوا من بعض. الراجل المؤدب اللي لما بيزعل وبيغضب زي اي انسان مؤدب، ما بتترعبيش منه يعني. وفي حاجه كمان في النقطه دي، الراجل اللي ما بيقلبش الترابيزه. الراجل اللي بيقلب الترابيزه ده مرهق يا جماعه، مرهق. يعني هم بيبقوا مرهقين فعلا للجهاز العصبي، بتلاقي نفسك كده دبلتي. اللي هو مثلا يغلط فيكي وبيبقى نمط، يعني هي مش حاله فرديه. مثلا الانسان كان خارج كان يعني خارج عن شعوره شويه، او كان متعصب شويه، او حاله وراحت لحالها. لا، ده بيبقى نمط في كل خناقه يعمل فيكي العمله، انت تزعلي فيزعل منك ان انت زعلتي عشان هو زعلك، فيقلب الترابيزه عليكي، وتلاقي نفسك في النهايه انت بتعتذري له. او دايما 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 عنده مبررات لاخطائه، لدرجه ان انت تحسي ان انت مجرمه ان انت فكرتي ان تزعلي منه على الخطا ده. لا، ده كده بيقلب الترابيزه، ده كده هيضايقك، هيتعبك. فخليكي في ابن الناس، انا انصحك بابن الناس. خامس صفه بقى، وعلى فكره هم 6 مش 5. خامس صفه، الراجل اللي شايفك انسانه مستقله عنه، مش تابع. ازاي هتعرفيها ازاي؟ الراجل اللي بالنسبه له نجاحك حاجه مبهره ليه ومبهجه ليه. يعني مش الراجل اللي عايزك اكستنشن ليه، امتداد. انت قاعده مستنيه على ما يرجع، انت الا اذا انت كنت عايزه تعملي كده، انت بس بتسقفي له. لكن لو انت نجحتي في حاجه ما بتلاقيوش يسقفلك، ما بتلاقيش عيني فرحانه ومبسوطه بيكي. الراجل اللي شايفك انسانه مستقله ده انسان سوي نفسيا، هو عارف يعني ايه مثلا لذة النجاح، عيني شبعانه ناجح. فانت كمان لما بتكوني وعلى فكره ناجح دي بتختلف من بيئه لبيئه، يعني تعريف الناجح بيختلف من مكان لمكان اصلا. يعني ممكن يبقى سواق توك توك ناجح ممكن يبقى سواق تاكسي ناجح، ممكن يبقى دكتور ناجح، ممكن يبقى مدرس ناجح. فهي بتختلف على حسب البيئة اللي انت فيها. ولكن هو انسان حاسس كده ان هو ممتلئ، حاسس ان هو عامل اللي عليه، وبالنسبة له نجاحك اضافة، بالنسبة له نجاحك حاجة يفتخر بيها ويفرح بيها، عارف لذة النجاح. فانتي لما تنجحي عايزك تحسي بنفس اللذة، مش اناني، مش ذكورته هشه. في رجاله ذكورتها هشه، اي حاجه الست ممكن تتفوق عليه فيها تدمر ذكورته تماما. ده اصلا مش حاسس ان هو راجل كفايه، مستني انتي اللي تحسسيه ان هو راجل كفايه، بان انتي دايما تبقي اقل منه، مش بان انتي مثلا تدلعي عليه، ولا انتي تبقي انثى في وجوده، ولا الكلام ده. لا لا، ده بالنسبه له مش ده اللي هيملى رجولته. اللي هيملى رجولته ان دايما يشوفك اقل منه، ده راجل ذكورته هشه. فالراجل اللي شايفك انسانه مستقله، الراجل اللي نجاحك بالنسبه له ما بيهددش رجولته الهشه،
ده راجل وتتجوزيه. والحاجه السادسه والاخيره بقى انه بيحترم الستات. ودي حاجه يا بنات لازم تخلوا بالكم منها قوي، وبالذات في الزمن اللي احنا فيه ده وفي الحاجات الغريبه اللي احنا بنسمعها اليومين دول دي. ما ينفعش يكون راجل بيتعامل مع الست انها ولا حاجه. الست دي امه، الست اللي ليها فضل عليه في حياته اصلا. مش هقولك بقى واخته ومش عارفه ومين ومين، انا عارفه، بس امه ست. فلو هو ما بيحترمش الستات دي كارثه. اللي هو ايه، الستات دول مكانهم المطبخ، الستات دول اغبياء، الستات دول ناقصات عقل ودين، بغض النظر عن الشرح الصحيح لناقصات عقل والدين بيقولها باستهانه، وما بياخدش من الدين غير اللي قال من الست. ما بياخدش من الدين اللي بيلزم الراجل، ما بياخدش من الدين اللي بيكبر الست. لا، ليه بقول لك كده؟ الراجل ده هيبقى دايما شايفك فعلا النقطه بقى اللي فاتت اكستنشن، مش مهمه، انت موجوده في الحياه لاسعاده. ذكورته بتبقى هشه جدا. الراجل واثق في نفسه، بيبقى شايف الست كيان مستقل، انسان شريكه في الحياه راجل وست 50-50. هو بيبقى شايف ان ده 50-50. هو بيبقى شايف دايما احساس التفوق الوهمي اللي بيحسسه انه راجل. فما تتجوزيش راجل شايف الست قليله، اتجوزي الراجل اللي شايف الست دي حاجه محترمه، بيحترمك وبيحترم امه وبيحترم اخته، وبيشوفيه بيعامل امه واخته والست اللي ماشيه في الشارع ازاي. لان في برضه بيبقى بيرسم قوي انه يقدس امه واخته وبتاع عشان بعد كده يشغلك عندهم خدامه. لا، اللي هو بيحترم امه واخته عشان المفروض يحترم امه واخته، واللي بيحترم الست اللي ماشيه في الشارع. رايه ايه في الست اللي في الشارع؟ بيشوفهم ادوات، بيشوفهم حاجه للمتعه، بيشوفهم اغبياء، ولا بيشوفهم انسان مستقل؟ في المواقف اللي هي اللي بيبقى فيها مثلا الراجل اللي عمل مثلا موقف مش حلو مع ست، الحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي، رأيه كان ايه؟ موقفه كان ايه؟ طبعا احنا مش بنقف للناس على الواحدة، وده اللي احنا بقى هنقوله دلوقتي. ايه بقى العيوب اللي ممكن اعديها لو الراجل عنده الخمس ست مميزات التحفة دول؟ ده راجل تطمني وانتي معاه. ايه بقى الحاجات اللي ممكن اعديها؟ العصبية اللحظية مثلا. في ناس عصبية شوية، مش العصبية المخيفة اللي احنا اتكلمنا عنها، مش تحسي انتي مرعوبة لما يتعصب ويكسر ويبهدل، لا 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 لا، هو عصبي. واحيانا بنسبة كبيرة الناس اللي بتتعصب عصبية هادية، هي مش بتكسر او بتخوف او كده، الرجالة يعني بنسبة كبيرة بيكون عاطفي شوية، يعني بيتأثر، هتلاقيه رومانسي وبيدلدق عاطفة وبتاع، بس بيتأثر شويتين. فدي ممكن نعديها. الحاجة التانية ممكن نعديها انه لسه مش واو في التعامل مثلا مع الستات قوي. يعني عارفين في رجالة كده بتبقى اللي هو الجود بوي شوية، بيبقى مش الولد اللي مقطع السمكة وديلها يعني. متاح عاطفيا دي حاجة خلي بالك منها، اتكلمنا عن الشخصيات التجنبية في القناة اللي فاتت، احذروا. متاح عاطفيا يعني انت مش هتحسي ان انت بيظهر عاطفيا وبعدين يختفي عاطفيا، لا مش ده خالص، هو موجود ولكن لسه مش فظيع يعني، ده يجي منه مع الوقت. فدي صفة ممكن تعدي عادي. مش كتير الكلام قوي مثلا، اللي هو الراجل اللي هو كلامه مقتضب شوية، هادي شوية، بيحبك وبيموت فيكي وعنده كل الصفات الحلوة دي، بس مش بيتكلم كتير. لو انتي بالنسبة لك العيب ده مش خارق يعني، اللي هو عادي لو انتي اتكلمتي معاه واحتجتيه بتلاقيه موجود، زي ما قلنا متاح عاطفيا، ودي حاجة مهمة يا جماعة وبأكد عليها عشان ما تقعوش شخصية تجنبية وانتوا مش داريانين وبعد كده تتألموا جدا. لا، هو ده موجود، ولكن انت محتاجه ان انت تزقيه في الكلام عشان يتكلم. مع الوقت لو انت رغاه شويه وكده ممكن يندمج معاكي. وبرده اختبري، وهي بتختلف من بني ادمه لبني ادمه، يعني في واحده تستحمل حاجه جدا وواحده ما تستحملش حاجه قوي، واحد يجي منه مع الوقت وفي واحد لا صلب او جامد. والحاجه الاخيره بقى لو ذوقكم في حاجات مختلفه، يعني مش شرط ابدا ان انتوا الاثنين تكونوا بتحبوا نفس نوع الافلام، وان انتوا الاثنين تكونوا بتحبوا نفس نوع الاكل، وان انتوا تبقوا كوبي بيست. عادي ممكن حاجات نتفق عليها وحاجات نختلف عليها، انا اجرب وهو يجرب، بس يكون بيجرب، يعني ما يكونش ناشف. انا بكره العقليات الصلبه، يعني انا بكره العقليات الجامده. بحب الناس اللي هي عادي، انا بحب حاجه وانت بتحب حاجه، بس عادي ممكن نجرب، متقبل ان انت مختلف عني وانا متقبله ان انا مختلفه عنك. هو ده اللي انا بتكلم فيه. فوسط كل المميزات اللي احنا قلناها الخمس ست مميزات، لا في عيوب ممكن تعدي، وانت برضو قولي لي ايه العيوب اللي انت تستحمليها وما تستحمليهاش في التعليقات. ولو عايزين تسمعوا مني موضوع معين اكتبوا لي في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي على الف خير. بحبكم قوي قوي قوي، وشكرا على تعليقاتكم الحلوه قوي اللي زيكم دي. مع السلامه.